من الجامع ده سمع الناس لأول مرة صوت الشيخ محمد رفعت، وفضل يقرأ فيه القرآن طول حياته. ورغم إن الجامع بناه في الأصل أمير مملوكي اسمه بشتاك الناصري، وجدته ألفة هانم قاضن زوجة إبراهيم باشا، وسمته باسم ابنها مصطفى باشا فاضل. لكن لو سألت أي حد في السيدة زينب عن اسم الجامع هيقولك ده جامع الشيخ محمد رفعت. وسط المآذن والبيوت العتيقة والناس الطيبين في حي المغربلين، اتولد محمد رفعت صباح يوم الاثنين 9 مايو سنة 1882، وقبل ما يتم سنتين من عمره فقد بصره. وزي عادة أهل المكفوفين في الأيام دي وهبوا والده حفظ القرآن، فوداه كتاب مسجد مصطفى باشا فاضل بضرب الجماميس في السيدة زينب. ولما بقى عنده 10 سنين أتقن تجويد القرآن وترتيله على القراءات السبع. ولما تم 15 سنة حصل على إجازة حفظ القرآن تجويدا وترتيلا وتلاوة. لكن الفرحة ما كملتش بوفاة والده في نفس السنة اللي خد فيها الشهادة، وهنا كان لازم ينزل المناسبات الدينية عشان يعول أسرته. وتعين الشيخ رفعت قارئ سورة في مسجد مصطفى باشا فاضل، وهناك ذاع صيته وانتشر. في الوقت ده كان منتشر في مصر الإذاعات الأهلية، فسجل فيها الشيخ ابتهالات وتواشيح وأغاني من الشعر القديم زي أراك عصي الدمع وحقك أنت المنى والطلب. وكان واحد من اللي سمعوه وقتها الأمير محمد علي. فلما قررت الحكومة إلغاء الإذاعات الأهلية وإنشاء الإذاعة المصرية الرسمية، رشح الأمير محمد علي للمسؤولين الشيخ رفعت لافتتاحها. فكان هو أول صوت يسمعه المصريين عبر الأثير الرسمي في مساء 31 مايو عام 1934 بعد الكلمة الشهيرة هنا القاهرة. وفي نفس السنة اتفقت الإذاعة المصرية مع الشيخ على تلاوة القرآن طوال شهر رمضان مقابل 100 جنيه. ومن يومها لغاية النهاردة ارتبط رمضان عند المصريين بصوت الشيخ محمد رفعت. وبرغم الشهرة دي كلها فضل الشيخ رفعت في جامع فاضل باشا كنوع من الوفاء. الغريب بقى إن صوت بالعظمة دي كان ممكن ما يوصلناش لولا واحد من المحبين، عشان الإذاعة ما فكرتش تسجل للشيخ. فلما اعتزل الشيخ رفعت القراءة بسبب ورم جاله في الحلق سنة 1943، الإذاعة ما لقيتش حاجة تقدمها بصوته. وكانت المفاجأة إن في واحد من الأثرياء اسمه زكريا مهران كان بيسجل للشيخ اللي بتذيعه الإذاعة مباشرة. ومعظم اللي بتسمعوه النهاردة للشيخ رفعت من تسجيلات زكريا مهران. وبعد 7 سنين في مرضه توفى الشيخ محمد رفعت في نفس يوم ميلاده سنة 1950. تعالوا بقى نتفرج مع بعض على الجامع ده، المدخل الجديد اللي بنته ألفة هانم. أما المأذنة والمدخل ده فهو من أيام الأمير المملوكي بشتاك الناصري، لأن الهانم لما جددت المسجد طلبت إن المأذنة والمدخل يفضلوا على حالهم. على يمين الباب ضريح مصطفى باشا أخو الخديوي إسماعيل، ومعاه ابنه أحمد رشدي. ودي نفسها الدكة اللي كان بيقعد عليها الشيخ رفعت، وقدامه ناس من كل طبقات الشعب. تعالوا زوروا الجامع وعيشوا الأجواء العظيمة اللي عاشها الناس زمان. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.